بوصيكم وصات وسع، نوصيكم على ابهاتكم وعلى امهاتكم اولا، وعلى دراستكم في القران وفي المدرسه، وعلى جيرانكم، وخليكم محترمين يحترمكم كل واحد، وتاخذوا رضا والديكم، وين ما تاخذ رضا ابوك تفوز في المدرسه، وين ما تاخذ رضا ابوك تزين لك نعمات كلها وينجحك الله. لكن كيف يبقى ابوك مش راضي عليك؟ اللي تضربها لقدام تجينا ورا، الباب المفتوح يسكر قدامك، وهذه وصاحة تطلب افكاركم، وانتم ما زال عامركم لقدام وما زلتوا تريدوا الحياه. يقولوا هذا ولد من؟ هذا ولد من؟ هذا ولد من؟ هذه بنت من؟ بنت فلان هذه مربيه. هذا ولد من؟ ولد فلان مربى. هذا ولد من؟ كذلك بهالشكل. ابهاتكم وامهاتكم وعمامكم اخوتكم الكبار وجيرانكم والعيله كلها منطقتكم، نوصيكم على رضا والديكم، بعد تاخذوا رضا والديكم يرضى عليكم الله وخلقكم. امك الجنه تحت اقدام الامهات، الجنه تحت اقدام الامهات. هو سباقها حتى قبل بوك، لكن بوك في الدرجه الثانيه والام في الدرجه الاولى. نظرا الام عانتك واجد، كساتك وصلاتك وحماتك ويا ما يديرك ورضعاتك وتعبت وزرتك، ولعند الان هالوقت امهاتكم تعبت وزرتكم. ردوا بالكم من العنصريه والقبليه راهي ما تبقى. حاسه في الوقت ديما خليك على الطريق النظيف. توريت ولا عندك كم كلام؟ فهمتوه الكلام؟ فهمتوه كويس وعرفتوه، وان شاء الله تلاقوا في ساعه سعيده يا رب العالمين وفي توحيد ليبيا. ان شاء الله.